بداية سادتي لابد أن أقول بالله التوفيق أن هذا الحديث حديث جامع من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. هذا الحديث يعلمنا المسؤولية ويعلمنا بأن الإنسان هو إنسان التكليف لا إنسان التشريف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك هذا الحديث الجامع أولا يزرع بذور المسؤولية في الناس جميعا وبلا استثناء. نعم. ننظر إلى مقدمة هذا الحديث كلكم راع، وتتنوع المسؤولية كما قلت فعلا. هناك مسؤولية محدودة، هناك مسؤولية متوسطة، هناك مسؤولية واسعة النطاق وهكذا. وهذا الحديث إذن يعلمنا المسؤولية من جهة. نعم. والإنسان هو إنسان التكاليف قبل أن يكون إنسان الحقوق. نعم. وكذلك الإسلام ربط بين المسؤولية والجزاء. والجزاء يكون بالثواب ولا. نعم دكتور. في الدنيا المسؤول يحاسب أمام مسؤوله، ويحاسب أمام أمته وأمام شعبه، ويحاسب إذا كان مسؤولا في إدارة أمام موظفيه. نعم. ويحاسب أمام التاريخ، لأن التاريخ يشهد ويسجل وسيدلي بشهادته في يوم من الأيام. إذن فالإنسان مسؤول. هذه إشارة ثانية. الإشارة الثالثة، الراصد لحياة الناس اليوم بصراحة يأسف وربما يحزن. نعم. جدا. نعم. لأنه سوف يلاحظ ظاهرة مخيفة، وهي ظاهرة الاستقالات. الاستقالات رغم وجود النصوص الشرعية. لا، رغم وجود نعم. النصوص الشرعية والسند كما ذكرت في الحلقة نعم. الماضية، السند نعم. القوي. نعم. نعم. على مستوى الأسرة النصوص واضحة. هل هذا يعني قوة ثم ضعف ثم ربما قوة في يوم من نعم. الأيام؟ على مستوى الأسرة نعم. نأتي بهذا الحديث الذي ينطبق على جميع المؤسسات وعلى جميع الحالات. نعم. ولكن هناك نصوص أخرى في الكتاب والسنة تحدد المسؤوليات داخل الأسرة. نعم. علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الزوجة بالزوج، علاقة العروسة بالكنة بالحماة، وعلاقة الحماة بالكنة، وعلاقة الأسرتين بعد عقد المصاهرة. يعني هناك مسؤوليات محددة. وفي بعض الأحيان في الأسرة نلاحظ مسؤولية واحدة عندما تلقى على عاتق الإنسان يبقى هو مسؤول طول حياته. نعم. والفروع الأخرى صحيح. يا إما تختفي يا إما. وهذا من الخلل. نعم. من الخلل. نعم. إذا كان الإنسان يعني تصدى للمسؤولية فيحملونه جميع المسؤوليات وإلى النهاية إلى أن يموت. نعم. وهذا خلل في الحقيقة. لذلك يأتي هذا الحديث النبوي الشريف ليصحح الوضع. يقول الله. ويذكر كلكم راع كلكم. وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وفي رواية نعم. ومسؤول عن رعيته. نعم. سأشرح بعض معاني هذا الحديث بعد حين. لذلك هذه الظاهرة، ظاهرة الاستقالات على مستوى الأسرة الصغيرة. نعم. ممكن الرجل مع المرأة عندهم قضايا ومشكلات والباقون يتفرجون. نعم. لا يتدخلون. لا يتدخلون. نعم. كل واحد يقول لك خاطيني خاطيني خاطيني. نعم. وهذا خلل كبير على مستوى المؤسسة الاقتصادية، على مستوى المؤسسة التربوية التعليمية، على مستوى جميع المؤسسات. والحديث ينطبق على جميع المؤسسات نعم. وعلى جميع الحالات. هناك إذن ظاهرة الاستقالات، وفي الوقت نفسه نجد ظاهرة من يتحمل المسؤولية دائما وأبدا. يقول دائما أنا لها، وكأنه يواجه جبهة دكتور. نعم. لوحده. وللأسف يجتهد في تعويض النقص الذي صدر من غيره. نعم. يعني الأعمال التي يفترض أن توزع على مجموعة من الناس، فإذا تخلى عنها أولئك يأتي هذا. نعم.
فيتحمل جميع المسؤوليات. هذه ظاهرة موجودة سواء في البيوت والأسر، سواء في القرى والمداشر، في الأحياء وفي المدن وفي الإدارات وفي المؤسسات التربوية، المؤسسات الجامعية وغيرها. ولماذا ظاهرة الكارثة دكتور؟ هل هناك خلل؟ كلما تملص الإنسان عن هذا الوازع، عن هذه المعالم التي رسمها الوحي الطاهر بشقيه كتابا وسنة. لأن الوحي في الحقيقة كما قال القرآن الكريم في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالعبادات أو بالمعاملات، إذن فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلما تملص الإنسان عن المعالم التي رسمها الوحي الطاهر كتابا وسنة، كلما وقع الخلل، كلما وقعنا في حفر التخلف التي لا تعد ولا تحصى. أقول هذا الكلام من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب المحاسبة. وعمر بن الخطاب الفاروق يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لابد من المراجعة، والعودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. بعد هذه المعاني نأتي الآن إلى الحديث. أولا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث 2558. 2558 هذا رقم الحديث في صحيح البخاري. ولكن في صحيح مسلم رقم الحديث 1829. 1829 نجد هذا الحديث بصيغه المختلفة في هذين المرجعين أو المصدرين. فإذا عدنا إلى رواية الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هكذا بدأ الحديث. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أما مقدمة هذا الحديث في رواية الإمام مسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني اختلاف الروايتين. رواية الإمام البخاري: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواية الإمام مسلم رقم الحديث 1829: ألا كلكم راع، تأكيد، وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يفصل الحديث، يبدأ بالإمام: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. بدأ الحديث النبوي الشريف الجامع بتحميل المسؤولية الحاكم. فالحاكم هو أثقل الناس حملا. المسؤولية تكليف لا تشريف. الحاكم هو أثقل الناس حملا. لذلك بدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. أذكر سادتي بما ذكرناه عن الفاروق عمر رضي الله عنه حينما قاتله تلك المرأة، والقصة معروفة ذكرناها بتفاصيلها فيما سبق. قال: أيلي أمرنا ويغفل عنا. يعني خاطبته بهذا الخطاب، وهي تجوع، بهذا الوعي، بهذا النضج. هذا يسمى الآن في دنيا الناس الرأي العام الناضج. الرأي العام الناضج هو الذي يعرف حقوقه، وهو الذي يطالب الحكام بتحمل مسؤولياتهم. إذن قالت: كيف يعني هذا الحاكم يلي أمرنا، ولكن هو من الغافلين يعني. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبحان الله كتم ذلك في قلبه. ثم ذهب، والقصة معروفة، وأتى بالخير العميم لهذه المرأة إلى آخره. تحمل المسؤولية. نعم،
قالت والله إنك أحق بالخلافة من عمر. من عمر. ولا تعرف من هذا الذي يقف أمامها. نعم. والقصة فيها تتم على كل حال، ولكن العبرة ماذا نأخذ من هذه القصة؟ كيف تحمل عمر الفاروق هذه المسؤولية، وهو الذي يقول مباشرة. نعم. أول ملاحظة دكتور. نعم. تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، نعم، مباشرة. الآن ملاحظات وعديدة، ولكن صحيح. ربما حتى حينما راح يحمل على ظهره، نعم. فجاء أحد الصحابة قال أحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال نعم. ثكلتك أمك أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. نعم. إلى آخره. نعم. يعني في الحقيقة مدرسة. نعم. يعني سلفنا الصالح حينما نقرأ وندرس سيرتهم كيف نحيا أعزاء كرماء في هذه الحياة. وبعدين سبحان الله هو في موقف آخر قال والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. نعم. يعني هذه النماذج الراقية نستنبط منها ونتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا. لذلك أعود إلى الحديث النبوي الشريف. الآن أقف مع رواية البخاري: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. بدأ إذن نبينا صلى الله عليه وسلم بتذكير الإمام تجاه رعيته، ثم انتقل إلى الرجل، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولكن سبحان الله الحديث النبوي الشريف تحدث عن الرجولة ولم يتحدث عن الذكورة. وقد قلنا هذا سادتي فيما سبق. ربنا قال من المؤمنين رجال، سورة الأحزاب الآية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء. هذه المقامات العالية شرفها الله عز وجل بالذكر بوصف الرجولة، ولكن ليس بوصف الذكورة. والذكورة ذكر الله عز وجل في موضع المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من الإمام إلى الرجل في ثم ذهب إلى المرأة، من الهرم ثم بدأ ينزل. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن فالمرأة أيضا راعية، كلفت بالمسؤولية. نعم، وهي لها مسؤولية. وهي ربة بيت تقوم بشؤون البيت، تشرف على شؤون البيت وتشرف على شؤون زوجها وترعى بيت الزوجية. وإلا سينهار. والمثل الذي ذكرناه فيما سبق: أرجز ترجى ثمطث سمذة. لابد أن يتحقق هذا التكامل. لابد أن يتحقق هذا التكامل. وسبحان الله في نهاية الحديث دكتور. نعم، نسيج، كأنه نسيج محكم محبوك. لذلك في نهاية الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فكلكم راع، بالفاء هكذا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. النتائج. نبينا صلى الله عليه وسلم إذن يعلمنا بأن المسلم هو إنسان التكاليف لا قبل أن يكون إنسان الحقوق. فكما يتقن المطالبة بحقوقه حقي لا بد أن يتقن المطالبة بواجباته. أن يقول واجبي. وهذا ما استخرجناه من الحديث. نعم، أن أداء الواجبات هو صمام الأمان لرعاية الحقوق. الأمر الثالث أن هذا الحديث يكلفنا جميعا ويذكرنا جميعا بمسؤولياتنا. إذن لابد أن نتحمل هذه المسؤوليات، وإذا تحملناها يكون العبء خفيفا علينا جميعا، لأن الناس الذين يتحملون المسؤوليات رجال أو نساء، فإذا تحملوها كثيرا ربما هذا يثقل كواهلهم، ربما يتعبون، ربما لا يواصلون المسيرة. لذلك لابد أن تتوزع هذه المهام وهذه الصلاحيات وهذه المسؤوليات علينا جميعا. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا: أن هذا الحديث علاج ناجع لظاهرة الاستقالات التي نراها ونبصرها بكل أسف في مجتمعنا الإسلامي عموما، بل على مستوى مجتمع البشري.